الولد صرف كل فلوسه اللي كان حوشها علشان يشتري 50 علبة من الأعشاب البحرية السي ويد، لكنه أول ما قلاها في الطاسة طعمها كان مر وقابض. فضل يحاول مرة ورا التانية وبرضه ما قدرش يوصل للطعم اللي في دماغه. وفي لحظة كان حاسس فيها بإحباط شديد، لقى كيس أعشاب بحرية واقع على الأرض، أخده وقال يجرب حظه تاني. أول ما قلى الأعشاب دي طلع طعمها حلو ولذيذ جدا. وقتها حس ببخار المية على كيس الأعشاب وفاهم اللي حصل. الكيس ده كان اتبلى في المطر من يوم وقعد منقوع طول الليل. المطر شطف ملوحة الأعشاب وخلاها أنعم، والنعومة دي كانت السر في الطعم الجميل. على طول بدأ يغلف النوع ده من الأعشاب بعد ما يقليه، لكن لما راح يعرض الشراكة على مدير شركة أكل، المدير رفضه على طول من غير حتى ما يدوق. الولد خرج من الاجتماع وهو محبط ورمى علبة من الأعشاب عند باب الأسانسير وهو ماشي. بالصدفة واحد من موظفين الشركة شاف العلبة، خد كذا كيس منها وبدأ ياكل. عجبته الطعم جدا وشاركها مع زمايله. ولما المدير داق حتة على طول اتصل بالولد وطلب منه يتعاونوا سوا. وبسرعة بقت الأعشاب المقلية اللي هو بيعملها موجودة في 70,000 سوبر ماركت. وبعد سنتين وهو عنده 26 سنة بقى أصغر ملياردير.